هلا والله حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للجميع وأقول لكم وصفة اليوم وصفة جديدة، وإن شاء الله يا ربي راح تعجبكم. هي كيكة البرتقال بس بطريقة كلش رهيبة. إن شاء الله يا ربي راح تعجبكم. خلونا نبلش بالمقادير. راح أجيب بالبداية 5 بيضات نخليها بكاسة، أضيف عليها كاسة واحدة سكر حسب الرغبة طبعا، رشة ملح، وأضيف عليها كاسة واحدة من عصير البرتقال الفريش، ونخلي عليها نص كاسة من الزيت، ونخلطها بالخلاط. إذا عندكم خلاط يدوي يعني تقريبا 10 دقائق مدة الخلط، على مود شوية يتضاعف حجم خليط الكيك. طبعا تقدرون تسووها بهاي الطريقة مثل ما سويتها أني، كلش سهلة. بعد ما خلصناها راح نجيب كاسة ونص طحين، نضيف عليها ظرف واحد من البيكنج باودر. طبعا الطحين خلوه بالتدريج، لا تخلوه مرة واحدة. بهذا الشكل راح نخلط الطحين بشكل دائرة طبعا، حتى لا يهبط عندنا خليط الكيك. بهاي الصورة راح نظل نخلط بها على كيفكم. بالنسبة للخلط لحد ما يذوب عندي الطحين كليته بهاي الصورة. شوفوا شلون صار عندي ناعم. بعدها راح نجيب القالب اي قالب انتو تستعملوه ماكو اي مشكلة. خلي ورق الزبدة بهذه الطريقة، ونضيف الخليط. طبعا الفرن جاهز عندكم على درجة حرارة 180. اول ما تبلشون تشتغلون بالكيك تشغلون الفرن، تخلوه على درجة حرارة 180 فوق وجوا. نخلي الكيكة بالوسط، تاخذ من عندنا 45 دقيقة. بعدها راح اخليها على صفحة تبرد. بعد ما تبرد راح ابلش بيها بهاي الطريقة. راح ابلش اشيلها اول شي من القالب، نشيل ورق الزبدة مالتها. بعدها راح نعدلها، لازم نعدلها حتى تجي الكريمة عندنا كليتها مستوى واحد. طبعا راح اقطع هذا الكيك الزايد هذا من فوق بهاي الطريقة. بعدها راح اقطعها بالنص، راح يصير عندي حتى تصير عندي طبقتين بهاي الطريقة. وهنا أنا بعد ما قطعتها هنا صار عندي طبقتين من الكيك. راح أجيب أول طبقة نخليها نفس الصينية اللي اشتغلناها بنفس القالب أو بايركس أي قالب تستعملوه. راح أخلي لها كاستين من عصير البرتقال الفريش حتى تطرى الكيكة ويصير طعمها برتقال كلش طيبة. راح أجيب طبعا هنا الكريم الشانتي، تعرفوا كليتكم، ما خبطته هنا على التصوير، عادي كريم عادي، او اذا تحبون كريم الباستري ماكو اي مشكله. بكريم شانتي كلش ناعمه وطيبه. بهاي الطريقه طبعا راح نحشيها. نخلي الطبقه الاولى، اذا تحبون تخلون مكسرات او اي شيء ثاني ماكو اي مشكله. نخلي الطبقه الثانيه. بعد ما اخلي الطبقه الثانيه راح نجيب الشوكه نسوي ثقوب بيها هنا مثل ما تشوفون حتى ينزل العصير اللي راح نضيفه على الكيكه. بهاي الطريقه راح ننتظر عليه تقريبا 5 دقائق لحد ما تتشرب كليتها. بعدها راح نضيف الكريمة الطبقة الأخيرة بهذا الشكل هنا مثل ما تشوفون. بعد ما خلينا الطبقة الأولى راح أعدلها بهاي الطريقة. بعد ما نسقله ونعدله كلش تمام نضبط عندنا، نخليه بالبراد لمدة نص ساعة لحد ما تجمد عندي مو تجمد يعني لا تلزم نفسها الكريمة. طبعا راح نشتغل هسه على الطباخ. راح اجيب 3 كاسات ونص من عصير البرتقال الفريش، راح نخلي نص كاسة على صفحة. راح اضيف لها ملعقة ونص من النشا، اخلطها اذوبها زين. وعندي عصير البرتقال الباقي اللي خليته على النار، اول ما بلش يدفع عندي راح اضيف له السكر حسب الرغبة طبعا. نذوب السكر عليها. بعدها راح اضيف خليط النشا والعصير اللي خليناه. راح نظل نخلط بهاي الطريقة. أول ما يبلش يغلي عندي طبعا راح تستمر مدة الخلط تقريبا 5 دقائق. 5 دقائق مدة الخلط أثناء الغليان، يعني أول ما تبلش تغلي راح أخليه على صفحة لحد ما تبرد. لا تخلوه هو حار على الكريم الشانتي لأن راح يذوب عندكم الكريم الشانتي. خلوه يبرد تماما
بعدها راح نضيفه فوق الكريمة بهاي الطريقة. بعدها راح خليها بالبراد، خليها ساعتين 3 ساعات، بس وقت ما يصير عندكم فراغ راح نبلش هسه اقطعها. القطع حسب الرغبة اللي انتو ترغبوها. شوفون شلون صارت عندي هاي طبقة البرتقال اللي خليناها شلون الجلي بالضبط. واذا تحبون تخلون شغلات تزينون بيها ماكو اي مشكلة. انا زينتها بالنسبة لي بالقطع البرتقال، يعني صارت كيكة عبارة عن برتقال برتقال برتقال، كلش 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 طيبة. حبايب اتمنى تكون عجبتكم هاي الوصفة. لا تنسون صالح دعائكم، ولا تنسون اهم شي اللايكات، واهم شي المشاركات يوصل اكثر عدد ممكن. واذا كنت جديد جاي تتابع هذا الفيديو اتمنى تسوي له متابعة على الصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.